رضا عبد العال والكائن الجوارديولي قصده على جيسوالدو فيريرا. وكمان رضا عبد العال لطم في فيديو بيقول الطم منك يا فيريرا، الطم منك يا فيريرا. وكمان بيقول على كولر ان هو ما بيفهمش حاجة في الكورة وما بيعرفش يلعب كورة وماشية معاه وبتطلع قماش زيه زي جيسوالدو فيريرا في الفترة اللي فاتت لما خد دوري وكاس. نسمع رضا عبد العال وبعدين نرجع لكم تاني. ما تنسوش اللايك والشير يا اهلاوي، لايكك وشيرك مهم جدا بيفيدني في انتشار الفيديو. يلا يا رجالة نسمع الفيديو وبعدين نرجع لكم نرد عليكم تاني. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على رأي الفنان محمد فؤاد، كذاب مغرور قلبي يحبنا. لا، ده ما بيحبناش خالص، ولا بيحب جماهير الزمالك ولا نادي الزمالك ولا الكلام الفاضي ده. طلع اونطاجي كبير، والكلام ده انا كنت بقوله من السنة اللي فاتت، ولكن للاسف محدش كان بيسمع الكلام، وكله يقول لك يا عم انت مالك ومال البروف، وانت هتيجي زي البروف. اهو ايه رايكم في البروف؟ البروف طلع ضغف، طلع اقسم بجلاله الله ما عنده فكره، اساسيات الكوره مش عنده. النهارده بيلعب المحله وخسران الماتش اللي فات من النادي الاهلي، وخسران قبل كده ومتعادل قبل كده، يعني من شهر يناير، من اول يناير هو ما كسبش مباراه. تعادل خساره، تعادل خساره. طيب انت النهارده بتلعب المحله وخسران الماتش اللي فات، فالمفروض تيجي لازم اللعيبه تنزل النهارده تخليها تاكل النجيله. تنزل النهارده من اول دقيقه تقول لهم المكسب ثم المكسب ثم المكسب. ولكن بالتشكيل اللي لعب بيه تشكيل غريب الشكل. اول هام تلعب بثلاثه مساكين ليه؟ انت بتتفائل وتتشائم؟ عشان كده يبقى انت من يوم ما قلعت الترنج الرصاصي وعليه العوض، انت قلعته من هنا والحظ تخلى عنك من هنا، وعمال تخسر بطولة السوبر، بطولة لوسيل، كاس مصر، والدوري اهو كمان. وكان نفسي تكمل افريقيا عشان ما اسمعش صوت حد من اللي هم لغايه النهارده لغايه دلوقتي. في واحد بيقول لي ايه؟ لا ده مرتضى منصور هو اللي يمشي قبل الراجل ده. ما جاب لكم مرتضى منصور، هو اللي جابه لكم، وبناء على تعليماتكم وبناء على كلامكم. والراجل ما ساندش حد في الدنيا، اي مدرب في الدنيا ما حدش سنده مرتضى زي الراجل ده، عشان انتوا بس خايف منكم بصراحه ومش عايز يتكلم، لان انتوا هتيجي تقولوا له لا ما جاب لك دوري وكاس وقبل كده في 2005. اقسم بجلاله الله ابيض يا ورد، ما عندوش اساسيات ولا فنيات ولا اي حاجه. هو راجل مخرف وطلع معاش بقاله فتره وعمال بقى يعني يضحك عليكم. وكانت المكنه السنه اللي فاتت مطلعه قماش، بيلعب لعيبه صغيره هي اللي عملت له القصه دي، جه افترى على اللعيبه. شوف ربك عمل فيه ايه. المهم بيلعب بثلاثه مساكين ليه؟ ايكون. فقلنا خلاص طلع الزناري، المفروض تنزل فيرود، عندك اسامه نبيه وعندك سامسون، اي حد من دول ينزل يغير. يبقى ما انت خسران 2-0، لا راح ينزل لي دونجا. التوم بيلعب عمر جابر. التوم عمر جابر ايه يابا؟ ده عمر جابر ودونجا اقسم بجلاله الله من يوم ما جم ادمهم نحس على فرقه نادي الزمالك، ده مبطلين، جايين مبطلين. وبعد كده حتى لما جه يغير الشوط الثاني نزل عمرو السيسي. يا ابني انت نزل حد يجيب لك جون، يعمل جون. اسامه نبيه فين؟ سامسون فين؟ الناس دي فين؟ مع مصطفى شلبي، مع سيد نيمار. ايه رايكم في سيد نيمار اللي هو فقد منه الثقه؟ عمل جبهه النهارده، هو فوق زيزو النهارده. زيزو كنتوا بتشوفوه بالشكل ده الماتشات اللي فاتت، بس عشان في واحد وراه لعيب كوره فبيلعبه. وطبعا امام عاشور لسه عايش في دور التهجيس وعمال بس يضحك على الناس والكلام ده. المهم يعني تدخلاته الفنيه اللي هو تدخل بيها سواء في التشكيل او في التغيير حاجه تهلك من الضحك. ما عملهاش واحد لسه بيقول يا هادي في كره القدم، مش مدرب بيقول يا هادي او بيتفرج على كره القدم. مش هقول لك بقى مدرب ولا مدير فني ولا الكلام الفاضي ده. المهم غار في داهيه، بس بعد ما غرق المركب. اسمع بقى حد تاني من جماهير الزمالك يطلع يقول لك ايه؟ ده لو البروف كان فضل كنا هناخد الدوري. ده انت كنت هتهبط، لو هو فضل هتهبط. يعني ده انت عارف انت الراجل اللي هو لا مؤاخذه يعني مع احترامنا، يعني الراجل اللي هو عنده عقم ما بيخلفش. الراجل ده كده لا بيهاجم ولا هيجيب اجوان، لان طريقته عقيمه.
عقيمه خسران، وبينزل سامسون واسامه نبيه في الدقيقه مش عارف حاجه و70. يعني انت لسه ما فوقتش من البنج ولا ايه؟ واخد حقنه بنج حضرتك ولا ايه؟ المهم غار في داهيه، ورجع اسامه نبيه اللي ما اعرفش هو مشي ليه والمستشار جابه تاني ليه. يعني طب انت كنت ماشي ليه؟ عشان لا كنت مشيته هو وكنت مسكت اسامه نبيه، كان اولى يعني، ما كانش راح اللي بنط دي كلها. على العموم يعني بنقول لنادي الزمالك ارجع بسرعه تاني على يد اسامه نبيه، على الاقل على الاقل هيلعب كوره ومش هيبقى الشكل كده. على الاقل دي اقل حاجه يعني. انت بقالك من السنه اللي فاتت والله العظيم انت بتكسب. عواد يا نجم المباراه، كان الونش نجم المباراه. ان السنه دي العواد في حالته او الحظ تخلى عنه والونش كان مصاب، اتكشفت وخلاص ما بقتش لا ليك بصمه ولا ليك اي تكتيك ولا ليك اي ضيعت شخصيه نادي الزمالك وكره نادي الزمالك واسلوب نادي الزمالك. ناس هتقول لي ما جاب بطوله، طب تعالى قابلني، ما هو ضيع قصادهم، ضيع الخمس بطولات. على العموم خلاص يعني الله يسهله بقى ونمسك في حته تانيه يبقى الحق. المهم نخش على ماتش النادي الاهلي. النادي الاهلي طبيعي ان نادي كسبان الزمالك اللي هو المنافس بتاعه، جه النهارده عرف قبل الماتش ان هو خسر 2-1، نزل ضغط شويه جاب جون وقفل وكسب، خد 3 بونت، بقى 11 بونت بينه وبين نادي الزمالك. كده الدوري في الجزيره يا رجاله، كده انا بقول لكم اهو، حتى لو جبت جوارديولا الدوري في الجزيره. ليه؟ لان خلاص لعيبه الزمالك انا بقول لك من دلوقتي رمت الفوطه. رمت الفوطه ليه؟ لان الراجل وقعها نفسيا ومعنويا والكلام ده. على النقيض الناحيه الثانيه بقى، يعني انا مبسوط ان النادي لعيبه النادي الاهلي، ما بقولش بقى لا كولر ما عندوش فكره، بيلعب ب3 النهارده راخر وعامل تغييرات تهلك من الضحك. يعني بيودي خالد عبد الفتاح وبيطلع الراجل اللي على عدلته الشمال، ما هما الاثنين زي بعض، بس واحد بقى اللعيبه هنا رجاله وهنا اللعيبه مش رجاله. وضمن المباراه وبقى 11 بونت وماشيه والتمام التمام، ورايح بقى كاس العالم ومعنوياته في السماء. اول بفرق 11 بونت، دي رقم واحد. رقم اتنين ان اطمن على لعيبته وان ريح لعيبه النهارده زي حسين الشحات. انا ما اعرفش هو ريحه ليه مع ان الراجل مش مرهق ولا حاجه، وكهربا، وكان عندك علي معلول والكلام ده، بحيث ان هو يجوا له بقى ان شاء الله كده بقى في كاس العالم يورونا حاجه كويسه. عشان بس هو الخوف من كولر، خلي بالكم انا مش خايف من اللعيبه ولا من مستوى اللعيبه ولا الاداء، لان عارف ان اللعيبه رجاله، وفي الحاجات دي اما بتتحط بتبقى مركزه كويس قوي وعارفه قيمه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي. فانا مش خايف الا بس من الراجل برضو يعمل نفس اللي الراجل التاني ده عمله في التشكيل والتغيير، وتبقى سنه اخر تبقى سنه سوداء يعني. على العموم ألف مبروك للنادي الأهلي، ومن دلوقتي كده نبارك له على الدوري. ركز بقى في كأس العالم للأندية والكأس مصر عشان بيراميدز والفرق اللي جاية دي، وربنا معاك بقى. اعمل تاريخ، عشان اللي خلاك عملت تاريخ هو فرير ولاعيبة نادي الزمالك. ومبروك، وإن شاء الله نشوفكم بقى بإذن الله في كأس العالم للأندية مكسرين الدنيا، وإن شاء الله نتمنى إن أنتوا تجيبوا كأس العالم وترجعوا. السلام عليكم. طبعا رجاله، بعد ما سمعنا رضا عبد العال والكلام اللي بيقوله رضا عبد العال، دايما بحب اسمع رضا عبد العال مش مجرد عشان استفيد من كلامه، لا يعني مجرد ان هو يعني فترة كده او فقرة كده من الفكاهة ان انت تستفيد من كلامه، مش مجرد انك تاخد معلومة او تستفاد منها، لا احنا بنتفرج عليه عشان ايه؟ يعني ايه فقرة؟ شفت اللي بيقول لك كوميكس كورة؟ كوميكس كورة انت بتتعلم ضحك السنين اهو، والله العظيم. يعني هو ده الشو او الكوميديا بتاعت كرة القدم، وده على فكرة زملكاوي، فاحنا لما بنجيبه عشان خاطر يعني نضحك عليه شوية، نضحك عليه بلغة الكورة. يعني هو بيقول كلمتين فاهم شوية، مش هنقول يعني مش ميح خالص، هو فاهم شوية، بس على فكرة هو بيبقى قاصد ان هو يخبط كلام كده في الجون عشان يطلع ترند، والا ما كانش تابعه على اليوتيوب 800 الف متابع، والا ما كانش قاعد يعني فيديوهاته بتجيب يعني مش عايز اقول لك مشاهدات جامده. عشان الناس برضو بتحب تسمع كلامه، وفي ناس بتاخد بكلامه على فكره، وساعات على فكره بيقول كلام صح وساعات بيقول كلام غلط. بس هو النهارده يعني لما انت تكون ارائك في جوارديولا، ارائك في يا عم جوارديولا ايه، هو ده جوارديولا الغلابه. لكن معلش يا رجاله، هو بصوا
بيلخبط الواحد حتى في الكلام، يعني هو بيلخبط شكله اهو قدامي دلوقتي، فانا ببص عليه بضحك كده، بكلمكم بجد. فهو النهارده قال كلمتين، يعني لما يقول على كولر ان هو ما بيفهمش حاجه في الكوره، لما يحط خالد عبد الفتاح في الشمال وهو كان بيلعب في اليمين. خالد عبد الفتاح سد في الشمال زي اليمين على فكره، بكلمكم بجد. خالد عبد الفتاح قدر ان هو يقنع فيريرا بكل كوره بيلعبها. قدر فيريرا ايه والله، رضا عبد العال هيخلي دماغي تلف زيه. كولر يا جدعان، كولر قدر يقنع كولر ان هو يلعب في اليمين وفي الشمال زي ما قال الكتاب. راجل لعب سيرد باك ولعب باك يمين ولعب باك شمال زي ما قال الكتاب. عايزه يعمل ايه؟ راجل بيموت نفسه على الكوره ومقاتل. انا شايف فيه اكرم توفيق التاني بما يرضي الله. انا شايف في خالد عبد الفتاح ده اكرم توفيق التاني. راجل لا طلع لا سمعنا صوته، لا سمعنا صوته في اي حاجه على السوشيال ميديا، ولا انا رحت الاهلي ولا انا عملت ولا الكلام من ده، وما سمعناش صوته في اي حاجه. مروان عطيه برضك ما سمعناش صوته في اي حاجه. طبعا دي تقاليد النادي الاهلي ودي التعليمات اللي هو بياخدها واللي هو بيمشي عليها، ما قلناش حاجه. ده النادي الاهلي وده التأسيس بتاع النادي الاهلي اللي بيمشي اي لاعب بيجي في النادي الاهلي عليه. السوشيال ميديا مفيش كلمة تطلع منك غلط، لان الكلمة دي بتتحسب عليك. اي حاجة اخلاقية في الملعب بلاش، اي حاجة اخلاقية ضد الجمهور بلاش، اي حاجة مع زمايلك في الفريق في اوضه اللبس بلاش. كل ده عارفينه، وكل ده بيبقى ليه تأثير يعني ايجابي في الملعب، بيخليك ان انت تركز. طبعا ايجابية المشاكل اللي بتحصل مع اللعيبة بتبقى حاجة تانية، بتخلي اللاعب ينزل الملعب عنده ايجابية في الملعب، بيركز في الملعب بس. حل مشاكله الشخصية او العائلية او بره، اي مشاكل النادي الاهلي بيحلها، ما بيخليكش عندك مشاكل عشان خاطر يخلي اللاعب فايق جوه الملعب. طب يا رجاله، ده كان يعني حوار كده بعد كلام رضا عبد العال، اللي هو يعني مش عايز اقول لك ملوش اي 30 لازمه، لكن هو هيطلع على قناه تن دلوقتي وهيطلع بس مباشر، او هيطلع على القناه هيقول اللي هيقوله. ما تنساش المهم تعمل لايك للفيديو ده وتشترك معانا في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. حبايب قلبي.